ازيكم عاملين ايه؟ طبعا خلاص المدارس قربت وكلنا بنحتار نعمل ايه لاولادنا على الفطار. هنعمل النهارده فطاير سهله وسريعه. ممكن نخليها ساده، ممكن نحشيها اي حشوه احنا عايزينها. تكون في الفريزر جاهزه على اللانش بوكس على طول. طريقتها سهله وبسيطه ومش هتاخد معانا اي وقت. يلا بقى بينا نشوف الطريقه ونشوف المقادير مع بعض. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. عندي هنا في بولة 4 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس كده مع بعض. عندي هنا كوباية من اللبن ونص كوباية من المية، وهبدأ بقى ان انا اعجن كل المكونات بتاعتي كده مع بعض. وعندي هنا بياض بيضة كنت نسيت احطه في الاول. هبدأ بقى ان انا اعجن كويس لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا بالشكل ده كده. بعد بقى ما العجينة لمت معايا كده، هبدأ ان انا انزل بيها على الرخامة وافتحها كده وانزل في النص كده بمعلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. وابدأ بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي وادخل الزبدة كلها فيها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اعجن كويس بالشكل ده. معلقتين كبار من الزبدة حوالي 60 جرام. هتلاقوا كده ان العجينة ابتدت تقطع معايا، ما تخافوش. اهم حاجة تفضلوا تعجنوا كويس لحد ما تلاقوا العجينة لمت معاكوا وبقت ناعمة. وطبعا احنا بنحط الزبدة في الاخر علشان العجينة تبقى طرية معايا، بتفرق جدا في العجينة. واهم حاجة في اي مخبوزات بنعملها ان احنا نعجن كويس مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما نلاقي العجينة مبقتش تلزق لا في الرخامة ولا على ايدينا. شايفين العجينة بقت طرية ازاي؟ هجيب بقى البولة بتاعتي واحط فيها العجينة واغطيها واسيبها تخمر. هنا بعد ما العجينة خمرت معايا، شايفين بقى ارتفعت وبقى شكلها عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اهبطها وانزل واخرج كل الهواء اللي فيها واطلعها بقى على الرخامة عشان ابدأ ان انا اشكلها. هبدأ بقى ان انا اشكلها كرات قد بعضها، اي حجم انتوا عايزينه بالشكل ده كده. اهم حاجة نحاول على قد ما نقدر كل الكرات تبقى قد بعضها. هنشكل بقى كل الكمية. هنا بعد ما شكلت بقى كل الكمية هغطيها وابدأ بأول كورة انا بدأت بيها. هتكون طبعا ارتاحت. طريقة التشكيل سهلة وبسيطة. هفرد العجينة بتاعتي كده بالشكل ده بشكل مستطيل. بعد كده هجيب السكينة بتاعتي وانزل بيها يا اما في زبدة او دقيق علشان بس اعرف ان انا اتحكم فيها، وابدأ اشكلها بالشكل ده كده.
خط كده من النص وخطين في كل جنب، زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ ان انا الفها واقفلها كويس. لو لقيتوا العجينة بتلزق معاكوا في الرخامة، ادهنوا الرخامة نقطة بسيطة من الزبدة او الزيت عشان تتلف معاكوا بكل سهولة. ونحاول بقى على قد ما نقدر زي ما احنا متعودين ايدنا تكون سريعة في التشكيل، بحيث ان كل القطع تخمر مع بعض للمرة التانية، وما نلاقيش قطع خمرانة وقطع لسه ما خمرتش. طريقة التشكيل سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. خط من النص واعمل خطين من الجنب، والسكينة بتاعتي عشان تمشي في العجينة بمنتهى السهولة بننزلها يا اما في دقيق يا اما في زبدة، ونقفل كويس من الجوانب ومن تحت، ونشكل بقى كل الكمية بتاعتنا. هنا بعد ما شكلت كل الكمية بتاعتي هغطيها واسيبها تخمر. شايفين بقى هنا بعد ما خمرت معايا وتضاعف حجمها، هبدأ بقى ان انا ادهن الوش بتاعي بصفار بيضة عليه نقطة من الخل. ممكن تحطوا معلقة من اللبن معاه. وطبعا انا مسخنة الفرن بتاعي كويس. هدهن بقى كل القطع وادخل الصينية، هتقعد معايا حوالي ربع ساعة. بعد ما تطلع بغطيها بفوطة كويس جدا، واسيبها ترتاح ربع ساعة عشان تفضل معايا طرية بالشكل ده. ممكن ترشوها ببخاخ من المية وتغطوها، هتطلع بقى معانا طرية. شايفين طرية ازاي؟ وطعمها وريحتها يعني مش قادرة اوصف لكم. وطبعا احلى وانضف بكتير من اي حاجة بنشتريها من بره، وعارفين احنا عاملين لولادنا ايه. وطبعا مغذية. طبعا ممكن تحشوها اي حاجة. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.